في هذا المقطع يا فندم ظهر هذا الشخص في حوش المنزل لمدة 10 ثواني فقط، من ثم عاد إلى الداخل. هل تحققتوا من الشخص من هو بالضبط؟ في البداية لا، لكن بعد ما قربنا الصورة أكثر وضحناها بنسبة 80%، ظهر لنا هذا الشخص. متى تم التقاط الفيديو؟ تقريبا قبل 10 دقائق. هل قد خرج من البيت؟ إلى الآن لا يا فندم. تعتقد يا صخر ان السكاي بينجح بالمهمه اللي كلفته بها؟ اكيد بينجح بالمهمه اللي كلفته فيها، بس كان من المفروض ان احنا ما نرسلش فهد وفيصل معه، عشان فهد وفيصل فشلوا في مهمتهم الاولى، كان من المفروض نجيب غيرهم. بالعكس، انا تعمدت ارسل فيصل وفهد بالعاني علشان اذا ساعدون متفق مع الشرطه اكون نتخلص منهم كلهم. تخلص منهم؟ كيف تتخلص منهم؟ لو مسكتهم الشرطه بيعترفوا على كل حاجه. ومن قال لك؟ انا برسل من يخلص عليهم قبل ان ينطقوا بكلمه واحده، وفي نفس الوقت اكون قد عملت احتياطاتي وتخلصت من الادله كلها، وفي نفس الوقت نقلت الاطفال والمحتجزين الى مكان اخر. بس اسف على السكاي. يدي الله سكاي ثاني. انا اللي يهمني الان ارجع الدكتور حمدي باي ثمن، لأن خالي الصياد لو عرف أن الدكتور حمدي هرب مننا ما بيرحمنا. ليش أنت مش ناوي تكلمه؟ انتبه انتبه يا صخر، يخرج منك هذا الخبر أقل حاجة لما الضيوف يروحوا لهم. والله أصبح التحرك هذا يا جمال مكشوفة عندنا، وبنقدر نراقبك أم بتصير وأم بتجي. أحسنت يا ونوس على الخطوة الجبارة التي عملتها لعمك جمال، تستحق الجائزة. تم تأمين جميع المداخل المؤدية إلى المنزل يا فندم، في انتظار التوجيهات. وهيب سميح، مهمتكم تأمين البوابة الغربية للمنزل، الهدف تمسكوه حي. علم يا فندم. وانت يا ياسر تابع لي مراقبة الكاميرات وافيني بأي جديد. لا مش معقول، ايش جاب جمل من هذا الشارع؟ الموضوع خطير قوي، لازم اخلي مسؤوليتي وابلغ الصياد. وهذا يا فندم يشهد ان الحاج ابراهيم رفض وتمنع انه يجي معي الى القسم بموجب الاحضار الذي معي، ولا ما قلت؟ ايوه يا فندم وانا اشهد. وعلى فكره يا فندم الحاره عن بكره ابيها كلهم جو معي متطوعين علشان يشهدوا، اديت لك هذا بس الذي كانوا موجود. لا ما يحتاج، احنا دحين بنرسل لنا عسكري يدي له هنا. عسكري ما يا فندم،
ارسلوا له 2 3 طقومات يسحبوا على نخره، هذا متمرد مستعصي على الدوله. قلنا خلاص يا حاج محمود، انتهى الكلام. الشرطة قادمة إليكم. ما قلت الشرطة؟ أيوة يا غبي. الضيف الموجود في الشقة الخاصة حقك قول لي غادر الشقة، بين أقول لك بسرعة حيقرح راسك، أنت بتفهم؟ حاضر يا أستاذ، الآن بلغة.
وجدنا الحارس مقتول والهدف ما لقينا له أي أثر. علم وصل عندك الآن. وهيب بلغ الجهات المختصة تجي تباشر عملها. ايش هذا يا صخر؟ من دخل غرفتي وانا مش موجود؟ ومن يقدر يدخل غرفتك يا عم وديع والمفتاح معك؟ والله غريب. ومن مسح تسجيلات كاميرات المراقبة، وكنت أعرف من دخل ومن خرج، وكنت أعرف أصحاب سعدون الثلاثة من فين دخلوا بالضبط، هل من البوابة الرئيسية أو من بوابة المزارعين؟ ومش يمكن أنت مسحت التسجيلات من دون ما أنت داري؟ كلامك جاهز، وهذه مش أول مرة تحصل معي، ولولا إني عامل رقم سري للكمبيوتر كنت قلت إنه في واحد دخل ومسحها. الو، هذا مسؤول البوابة حق المزرعة يقول إن الضيوف وصلوا. قل لي دخلهم. خلاص دخلهم. يلا يلا يا صخر، وإحنا نخرج نستقبلهم. أهلا وسهلا يا شباب. تفضلوا. الحمد لله على السلامة، تفضل.
جبران. ايوه. انتقل هلا للحوش عشان تشوف من هم الضيوف اللي لقوا. حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالشباب، شرفتمونا فوق العين والرأس. بس ليش تأخرتوا؟ إنا خليها لك على الله، قد تعطلنا علينا الباصات وريحنا، لا ما تولنا 2 باصات ثانيات. أمانة جي لو سمحت أنتوا هذا نزلوا لنا الشنيد. أنت مجنون، أنت داري معامل بالتحاكى. داري من هو يا طالما بيرحب ويسهل بنا، أكيد الذي عايش إلا الشنيد حقنا، مالك؟ باين عليك ظريف. ومع ذلك بكلف من يقوم بحمل الشنط حقكم. صخر، خلي الحراس يحملوا شنط حق الشباب. يا حراس نزلوا الشماط والباصات تركن في المبنى الخلفي. وين سر هذا والشنيط؟ لك انت والمجابر هذا اعجبك، زعلت صاحب المزرعة. صاحب المزرعة؟ ايوه. ليش ما تقول لي ما دراني وانا؟ منك يا جميل، انت فعلا متخلف. لا اسمع لك نخس، انت بتغلط. وشو حالي افرشك انا من جيز البلاء. ما قلت يا صياد الشرطة اقتحمت البيت؟ طيب وصاحبنا الذي داخل البيت؟ اطمئن، تمكن من الهرب. أنت أول ما قلت لي إن سيارة جمال متجهة نحو البيت، قمت من عندي بتعطيل كل كاميرات البيت ومسحت كل التسجيلات، والحارس الله يرحمه يعني ما يلقوش علينا أي دليل. اطمئن. شوف يا فندم، هذا هو الشخص اللي هرب من البيت المشبوه. عجيب والله يا جمال. معنى هذا الكلام ان الادله اللي حصلتوها في بيت وحيد صحيحه وبتثبت هذا الكلام. بالضبط يا فندم، لذلك انا اقترح انه بقاء وحيد في السجن ما يفيدناش بشيء، لانه هو الشخص الوحيد اللي وصلنا لهذا الشخص والباقي افراد العصابه. انا ما عنديش مانع انه وحيد يخرج من السجن، لكن بشرط واحد، انك تقنع يا جمال بنفسك انه يتعاون معنا. ولا يهمك يا فندم، باذن الله هيقتنع. ايوه يا فندم ظافر، انا متاكد سعدون داري في انا عبد الله وصابر. ايوه ما رضيش يقول لي، عشان كذا اقول لكم استدعوه واسالوه عشان ما يكونش عبد الله وصابر في خطر. حاضر يا عم مصطفى. أنا بستدعي سعدون وأتأكد منه وأسأله. بس ارجوك يا فندم ظافر، ده الخبر ما يعرف بهش محبوب نهائيا، لان عندي شك ان محبوب هو اللي حرض سعدون انه ما يكلم احد. حاضر ولا يهمك، اطمن. خلاص تمام، انا منتظر لما ترد لي خبر. يلا مع السلامه. مع السلامه. يعلم الله ايش حكايه سعدون مع عبد الله وصابر، وانا ضروري اروح الان اتاكد من سعدون واشوف ايش الحكايه قبل ما يستدعوه للشرطه ويسالوا اين عبد الله وصابر. ضروري احذره لا يقولون اين هم، كذا انا مرتاح هكذا من غيرهم. عم مسعود. خير يا نوري؟ ما في. اسمح لي نص ساعة واجي. بيش تروح؟ تروح ولا تسيب اللوكنده؟ وانت داري لا عبد الله ولا صابر موجودين؟ هيا ناهي، البركة فيك، البركة فيك يا عم مسعود، خاضرك الآن نص ساعة وأنا عندك.
استعدوا، الجماعة بيجوا الآن. تمام؟ صدق يا سعد يا سعيد إنكم عجبتونا لما هربتوا صابر وعبد الله المكان بعيد ما يعرفهاش حتى الجن الأزرق. بالتأكيد يا سعدون، احنا رجالك وتعليماتك. لكن يا سعدون لما ما تشاش تبلغ الشرطة علشان يقبضون على وديع. أنا ما شاش حد يبلغ الشرطة. وديع حقك ده أنا بعرف كيف أتصرف معاه. طيب لما خليت احنا نخبي صابر وعبد الله نصاحب احنا معطوق؟ لأن عبد الله طلع الدكتور حمدي، واحنا بناخذ الدكتور حمدي عندنا رهينة. تمام؟ وبخلي صاحبي معتوق يتواصل مع أهله ويساومهم ويبز منهم ملايين، وبيكون يا حبايب لنا النصيب الأكبر مثل ما اتفقنا مع صاحبنا معتوق. بس الأمر خطير يا سعدون، ولو عرفنا الشرطة شيقبضون علينا وشيحبسونا حنا. وإيش بيعرف الشرطة إذا كانوا أصلا مش عارفين إنه مختطف ولا يعرفوا معتوق أصلا؟ معك حق. باقي 3 أصحابنا اللي قبض عليهم وديع في المزرعة، ما نسوي معاهم؟ ما عليك منهم، احنا الليلة بنروح نجتمع مع بقية رجالنا وبنقدهم من المزرعة علشان يعرف وديع معاه من يلعب. ولو اصبحت تتحدى وديع يا سعدون. لا من قال؟ الكل يسلم نفسه ويرفع يده. يلا والآن قولوا لي فين الدكتور حمدي وصابر؟ فين؟ طيب أنا شو أقول لك، بس لا تقتلحناش. قول بسرعة يلا اتكلم. شلهم صاحبنا معتوق والآن بينقلهم لصنعاء. فين في صنعاء؟ ما احناش دارين فيان، هو قاش يتصل لنا وش يقول لنا بالعنوان. لا تتصلون عليه وتقولوا له فين العنوان. يلا بسرعة. أقول لك احنا مش دارين فيانا، هو قال لنا شايف لنا برقم. أقول لكم الآن بعد لل3، وإذا ما تكلمتوش شكل واحد بعد الثاني. 1. أقول لك احنا مش دارين فيانا. 2. 3. طيب لحظة. يلا بسرعة أما يقول الناس. يلا جلسي بيميني. أسأل الله يرضى عليك ويشفي ألمك. يا شفت محل المستشفى. ما لكم يا إبراهيم تأخرتوا أقلقتوني. والله ما بالله عاينا الولد وفعلنا له فحوصات وأفلام يعني، وهذه النتيجة. اتضح أن الولد عنده مضاعفات وعنده سوء تغذية، وانت يا السبب بيني وبينك بتخلى يسير المدرسة بغير صبر. وأنا مفعله ما برضاش يصطبح في البيت، بيقول ما بلا يشتري فلوس يشتري سندوتشات من المدرسة. صح؟ لا تصدقي له، هو بيصير يتجعول وبس، لا بيصطبح ولا شيء. المهم طمنا يا ابني، كيف أنت الآن؟ الحمد لله، بس يما قد ضربوا لي إبر كثير. إبر خيرات، عاد نضرب لك ونضرب لك، أنعادك وعاء.
إنما هكذا شهرب لي من البيت. كنت كلنا نهرب من البيت، كلنا كنت شبعنا حياة من الحج محمود هذا. لا الحقه الله خير. حج إبراهيم، قد جاء محمود لهنا يدورك مرتين، ودى مع عسكري من قسم الشرطة. كيف؟ ده مع عسكري من قسم الشرطة؟ كيف أفعل بالآدمي هذا؟ لا الحقه الله خير. ما هو هذا الظالم؟ فعلا يا سكاي طلعت ماهر في القنص، بس كنت أتمنى قبل ما تقتلهم لو قالوا لك مكان معتوب، لكن بسيطة، أنا بعرف في مكانه وبعرف كيف أرجع الدكتور حمدي. أنا اللي يهمني الآن أتأكد هل سعد وسعدون وسعيد ماتوا أو لا، لأن لو واحد منهم عاش بتكون كارثة كبيرة علينا كلنا. من؟ أبو نسب؟ ما بفعل هذا؟ تحتاج حاجة ثانية يا فندم؟ شكرا يا ايمن. عن اذنك يا فندم. تفضل. وحيد، كيف حالك؟ استريح. معقولة يا جمال بتشتغل هنا ما تسألش علي؟ بالعكس يا وحيد، أنا متابع قضيتك أول بأول ومهتم بها شخصيا، بس كان معانا قضية كبيرة هكذا شغلتني عنك، سامحني. تتوقع يا جمال إن أنا ممكن أكون القاتل؟ تتوقع إن أنا أكون واحد من أفراد العصابة هذا؟ إطلاقا، وأحب أطمنك، أنت بريء، ما بش عليك أي تهمة. منك صدق يا جمال؟ أكيد. طيب ليش ما يخرجوني من هنا؟ اليوم إن شاء الله تخرج، وأيمن الآن خرج من أجل جهز لك تصريح الخروج. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. بس يا وحيد أنا قاصدك في طلب، وأتمنى أنك ما تردنيش خايب. تفضل يا جمال. أشتك تتعاون معانا من أجل نوصل للعصابة. كيف أتعاون معاكم؟ ما فهمت. طيب، أنا شافهمك على كل حاجة، بس تركز على كلامي كلمة كلمة.